في كل مجتمع هناك فئة تريد أن تخرق السفينة من حيث تعلم أو لا تعلم. يريدون خرق السفينة وربما أظهروا سببا شرعيا حسنا، لكن باطن الأمر شر وهلاك للمجتمع. فعلى المصلحين وعلى الدعاة وعلى الكل أن يقف وأن يأخذ على أيديهم، لأن الهلاك سيصيب الجميع، لأن السفينة ستغرق بنا جميعا. فخارقو السفينة موجودون في كل زمان ومكان، وسلفهم في ذلك من قالوا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فيأتيهم الجواب من الله عز وجل: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فزعا محمرا وجهه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. هكذا وأشار بالسبابة والإبهام. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، أي إشارة إلى ظهور الفتن بين الناس. فقالت له زينب بنت جحش رضي الله عنها سؤال عميق، قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ فينا العباد المصلون أهل الخير. قال: نعم نعم، إذا كثر الخبث حتى الصالح يهلك ويعمه العذاب، لأنه سكت وما نطق بالحق ولم يأخذ على أيدي أهل الباطل والشر والفساد. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، لأن الصالح صلاحه لنفسه، أما المصلح فصلاحه لنفسه ويتعدى إلى المجتمع، إلى الناس. ولم يذكر القرآن صالحا قط أبدا، إنما ذكر المصلحين في آيات كثيرة، بل ذكر حيوانات شاركت في الإصلاح، فذكر النملة والهدهد والكلب وغيرها. إذن على المؤمن أن يكون مصلحا في مجتمعه، مبادرا إيجابيا لا سلبيا. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. المصلحون ليسوا مجرد واعظين، بل هم حراس المجتمع. لذلك خرق السفينة في الحديث جاء من الأمور المهلكة والخطيرة والممنوعة التي ذمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذم أولئك الصنف الذين أرادوا أن يخرقوا السفينة ويظهروا أنهم على خير وأنهم لا يريدون أن يؤذوا من فوقهم. ولكن في قصة الخضر مع موسى لما قال الله سبحانه وتعالى: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال: أخرقتها موسى؟ انظر، ما رضي بالمنكر، قال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. إذن موسى عليه السلام سارع بالإنكار مع الخضر مع أنه يعلم بأنه رجل صالح. فكان خرق السفينة في تلك الآية فيه مصلحة. لماذا؟ كان ظاهره الخرق لكن كان باطنه النجاة. أراد الخضر أن يخرق السفينة وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذا تعليل الخضر. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذن ظاهر الأمر أنه رفع منها لوحا وخرقها خرقا خارجيا حتى يراها جنود وحاشية الملك ويقولون: لا نريد هذه السفينة. وهذا الذي حصل
لأن ذلك الملك يأخذ كل سفينة غصب عنده حرب، فيوقف السفن القوية والجيدة ويأخذها. فالخضر خرق هذا الخرق من باب الإصلاح، لأن غايته أن يحفظ تلك السفينة. أما غاية أولئك في الحديث أرادوا أن يغرقوا السفينة. إذن خرق السفينة مع موسى كان فيه مصلحة ونجاة وحفظ لها. أما خرق أولئك في الحديث فكان سببا للهلاك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا